السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اعزائي المشاهدين جميعا في مصر وفي كل انحاء العالم؟ منوريني والله، وكومنتاتكم بتسعدني جدا جدا جدا، وانا ببقى سعيدة جدا وانا معاكم. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، وابقى اقدر دايما اساعدكم واوريكم دايما القديم اللي عمركم ما سمعتوا عنه ولا شفتوه. عندي النهارده مفاجأة، كانت مفاجأة ليا انا شخصيا. اهو عندي دفترين البريد دول، اهو واحد المملكة المصرية وواحد الجمهورية العربية المتحدة. تمام، واحد من الاربعينات وواحد من 72. عايزه اقول لكم مفاجاه يا جماعه، واللي فيهم يعني هو مفاجاه، وجوده الدفتر البريد اللي احنا نعرفه. شوفوا الفرق بين ده وده، جودته حلوه جدا جدا. وبعدين لسه موجود لحد دلوقتي وبالصوره دي وبالجوده دي. مفاجاه يعني. بصوا اهم. فيهم برضو حاجات كويسه جدا. الحاجات كل يعني في حاجات احنا نعرفها في دفاتر التوفير بقى اللي احنا عارفين يعني نعرفها كلنا وكلنا اشتغلنا بيها يعني. عادي المعلومات، يعني التعليمات مكتوبه اصلا في اول الدفتر، واسم صاحب الدفتر. اسم صاحب الدفتر هنا اهو، زكي محمود. تمام، وبعد كده التعليمات اللي موجوده اهي في كل الدفاتر اهي. تمام كده. المفاجاه بالنسبه لي بقى الارقام اللي جوه الدفتر. الارقام يا جماعه اللي جوه الدفتر مفاجاه، والله بجد مفاجاه. خلتني احس ان احنا لو عشنا العصر ده وشهدنا كل احداثه، يعني كنا بقينا ملوك دلوقتي. بجد بجد يعني هو دفتر توفير عادي جدا. احنا دلوقتي بنحط دفتر توفير، بنحط في دفتر توفير ايه في البوسطه او في البنك؟ بنحط ايه فيه؟ بنحط مثلا اقل حاجه 500 جنيه، اقل حاجه، وبعدين نكمل بقى عليهم. نكمل كل شويه مثلا 200 300، اللي عايز يعني بيحوش مثلا حاجه، بيحط حاجه. انا بعمل دفتر لاولادي كل شهر مثلا، باخد مثلا من المرتب بتاعنا او الفلوس اللي داخله لنا كل شهر، باخد 500 جنيه، بقسمهم مثلا لاولادي الاثنين. انا عندي ولاد اتنين، ربنا يبارك فيهم يا رب. بقسمهم لهم الاثنين كل شهر، اقول بدل المصروف بتاعهم فانا عايزه اعمل لهم حاجه. هنا بقى يا جماعه كانوا بيحطوا بالمليم. يعني قد ايه احنا عشنا دلوقتي في عز، وهم برضه اكيد كانوا عايشين في عز وبخير كبير جدا جدا. انا مش الارقام، القيمه ساعتها، قيمه المليم. وقيمه هنا يعني هنا اول رقم 6 جنيه و300 مليم يا جماعه. 6 جنيه و300 مليم يعني، 6 جنيه و300 مليم دول بيعادلوا ايه دلوقتي؟ بيعادلوا ال 500 جنيه او ال 1000 جنيه اللي انا اول مره افتح بيهم الدفتر؟ لا طبعا، ده بيبقوا اكتر، وقتها كانوا اكتر بكتير جدا. كانوا يساووا كتير. كانت الناس عايشه بقى عايشه باقل من كده، كانوا عايشين باقل من كده. كانوا مبسوطين، وكان عندهم صحه، وكان في خير. كان عندهم صحه ومبسوطين وراضيين، وكان في خير كتير جدا وكبير جدا. احنا يعني مش لاقيينه دلوقتي، الحمد لله على كل شيء، بس محرومين منه، محرومين من خير زمان و... والبركه بتاعت زمان. شايفين هنا اول رقم 6 جنيه و300 مليم، وبرده التاني 6 جنيه و300 مليم. الظاهر كده بعدها يعني اتزنقوا بقى وحبوا يشتروا حاجه في البيت، بس اكيد حاجه قيمه لانهم سحبوا ال 3 جنيه و300 مليم بفوائدهم. باقي بس ايه 3 جنيه تحت اهم. فيعني على فكره انا عايزه اقول لكم حاجه بعيد عن الدفتر خالص. انا كان والدي الله يرحمه، انا والدي توفى، يعني انا كان والدي توفى سنه كبير، يعني انا كان والدي تقريبا عنده 80 سنه يا جماعه. يعني معنى كده ان هو شاهد حاجات كتير واحداث كتير. كان يقعد يقول لنا والله بامانه ربنا، اللي انا كنا يقول مثلا ده كان مثلا يجي عيد مثلا، احنا كنت باخد ربع جنيه اجيب كل طلبات البيت بيه. تخيلوا، ربع جنيه يجيب كل طلبات البيت، اللي هو ايه؟ اللي هو فطار مثلا يوم الوقفه. كان يكلمنا على العيد الكبير، الفطار اللي هيعملوه يوم الوقفه، واكل يوم العيد. انتوا فاهمين ازاي؟ ويجيبوا حاجات كتير قوي في البيت خزين عشان العيد بقى، العيد. ويجيبوا مثلا الحاجات اللي بنجيبها دلوقتي، ترمس وزداني بقى والبلح والحلويات شوكولات. يعني هم ما كانوش بيجيبوا طبعا شوكولاتات، انا هبعد خالص عن النقطه دي. ما كانش كانوا الناس غلابه، ما كانوش هيجيبوا شوكولاتات. هو كان اخرهم الترمس السوداني، يعني الناس كانت تعمل الكحك الجميل
بالسمنه البلدي القمر اللي احنا برضو ما شفناهوش. برضو كان بابا بيقعد يحكي لنا، الله يرحمه الله يرحمه، بجمال زمان وخير زمان، وكل حاجه بالسمنه البلدي، كل حاجه بالسمنه البلدي وخيرها الله. يقول لي انتوا ما بتاكلوش يا اولاد دلوقتي، والله كان يقول لنا كده، احنا كلنا الخير كله، انتوا دلوقتي بتاكلوا قش، والله بنفس اللفظ كده، انتوا بتاكلوا قش، احنا كلنا الخير زمان، ده مش اكل. تخيلوا انتوا في وقتنا، او مثلا الله يرحمه، من مثلا كان بيقول لنا الكلام ده مثلا من 30 سنه ولا من 20 سنه، تقريبا من 20 سنه. تخيلوا احنا في وقت من 20 سنه، لا كان في خير كتير وكان في حاجات رزق كتير، يقول لنا انتوا بتاكلوا قش. وهم كان اخرهم ايه يا جماعه؟ كان اخرهم ايه؟ اكل، كل اكل الخير والحاجات بتاعت البيت، الطيور في البيت والرزق في البيت واللبن والجبنه وكل حاجات جميله في البيت، عيشهم بيعملوه هم، كل حاجه هم بيعملوها بايديهم، بالنسبه لهم ده كانت كل حاجه حلوه، يعني كل ده كان الخير كله والجمال كله. يا ريت ولادنا يتربوا على الحاجات دي، مش احنا خلاص كده، خلاص راحت علينا خلاص، انما اولادنا بقى اللي جاي يا ريتهم كانوا عصروا الاوقات دي، او احنا نقدر نوفر لهم ده، بس للاسف احنا مش هنقدر نوفر لهم ده للاسف خالص. يعني انا عايزه اقول لكم بس ان هنا ال6 جنيه دول كان لهم قيمتهم قوي قوي قوي. قد يكون كان صاحب الدفتر ده بيحوشه عشان يجهز بنت من بناته، على فكره كان فعلا كان هو بيعمل الدفتر ده عشان مثلا ايه، هيشيل لي مبلغ كويس، هجهز بنتي من بناتي باللي هشيله في الدفتر، اكيد 100%. او هجيب مثلا حاجه في البيت، يعني حاجه تدخل رزق لينا مثلا، او يعمل حاجه بيها كويس، اكيد يعني المبلغ ده كان قيم جدا وعالي قوي قوي قوي. اتحرمنا من الخير ده في ظل اللي احنا فيه دلوقتي يعني. ربنا يا رب يوسع على الناس كلها يا رب ويديها. تمام. هنتكلم دلوقتي بقى عن الدفتر التاني، برضو نفس الحكايه، التعليمات الاوليه موجوده، هنا اسم السيده اللي صاحبه الدفتر، وهنا برضو التعليمات كده اهو، وكده، وبرضو نفس الحكايه، برضو كل المعلومات اهوت كلها مكتوبه هنا اهي. عايزه اوريكم بس هنا الارقام اللي موجوده هنا بقى في الدفتر ده، تمام. شوفوا الارقام كده اللي موجوده هنا، شفت الرقم هنا يعني، والارقام هنا غير الارقام هناك خالص، لان ده من 72، الارقام الاولانيه من 44، يعني كنا في عصر قديم شويه. هنا بقى وصلنا اهوت لاعلى شويه، العمله بدات تزيد شويه، تمام. هنا اول حاجه 200 جنيه، وبعد كده 400، وبعد كده 425، وبعد كده 625، وبعد كده 620، وبعد كده الظاهر كده يعني بدأوا يجهزوا البيت بقى، لان سحبوا يحاول الله الفلوس كلها وسابوا 5 جنيه بس في الدفتر، يعني هم سحبوا كل الفلوس عشان بدأوا يجهزوا اكيد البنت اللي هتتجوز، هم كانوا بيحوشوا لبناتهم برضو اهو. بدأوا سحبوا وبدأوا يحسب 5 جنيه، ليه بقى ساب ال5 جنيه؟ عشان الدفتر يفضل مفتوح، عشان لو حب يزود تاني زي ما احنا بنعمل دلوقتي بنفس الطريقة، حب يزود تاني بيزود ويفضل شغال، يعني ده كانت وسيلة التحويش بتاعتهم زمان. بقى 5 جنيه، وبعد كده يعني سحب جنيه. عارفة الجنيه دوت كان ممكن يكون هيجيب بيه خزين في بيته، يعني الجنيه ده اللي هو سحبه بقى بعد ما ال5 بقى 4 هيجيب خزين اكيد في بيته. الجنيه اللي دلوقتي احنا مش عارفين نجيب بيه كيس ملح. ما بيجيبش اصلا كيس ملح. وبعد كده سحب من ال4 جنيه 3 جنيه واتبقى جنيه، وبعد كده قام مزودهم حتى على الجنيه 6 جنيه وبقوا 7 جنيه، وبعد كده بدأ تاني يحط جنيه اهوت، حط جنيه بقوا 8، وبعد كده بقى 7، وبعد كده سحبهم تاني وبقى جنيه واحد، زي ما احنا بنعمل بالظبط. بس ده كانت الخير كله، الخير كله. ويا جماعه يعني عايزه اقول لكم الناس دي كانت جميله جميله جميله، ان هم ارزاقهم كانت بسيطه،
وكانوا بيحوشوا وكانوا عايشين حلو قوي قوي قوي. الف حمد وشكر ليك يا رب، كانوا حامدين ربنا وشاكرينه على كل حاجه. ما كانش عندهم اي نوع من انواع الترفيه دلوقتي ولا التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها، يعني كانوا راضيين، كانت حاجه حلوه جدا. لما بتكلم عنهم بتمنى ان العصور ترجع تاني ونبقى احنا موجودين في العصور دي بامانه. انا شخصيا يعني ابقى موجوده في العصور دي واشاهدها كده واشوفها واعيش فيها. يعني قصاد اللي احنا شفناه دلوقتي كان اكيد خير وراحه نفسيه. مش عايزه اتعبكم معايا. يا رب تكون حلقاتي النهارده عجبتكم وابقى عند حسن ظنكم دايما. ولو في اي تعليق او اي حاجه حابين ان انا اتكلم برضو عنها زي ما بقول لكم دايما في كل حلقه، اكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسونيش في الشير واللايك، وما تنسوش الاشتراك لو الفيديو بتاعي عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.